ريفيو عن كتاب المعاصر. السلام عليكم ورحمة الله. كل سنة وانتم طيبين. طبعا الترم الثاني الكتب ابتدت تنزل وجاء كتاب المعاصر، فقلت اعمل عنه ريفيو عشان السادة المدرسين واللي عاوز يشتغل من كتاب المعاصر. قلت نتكلم عنه كده ونعرف الناس عنه ونشوف تنظيم الكتاب بتاعه ازاي عشان اللي حابب يبدأ فيه الترم الثاني ان شاء الله. احنا جالنا اولى ابتدائي وثانيه وثالثه ورابعه ابتدائي ونعمل ريفيو كده عن الكتاب. بصراحة من وجهة نظري أنا شايف إن الكتاب عامل عظمة، بصيت فيه دلوقتي عامل حاجات جدا 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 مريحة. هوريكم كتاب تالتة ابتدائي. تالتة ابتدائي طبعا المعاصر من أقوى الأسلحة اللي بتهتم بالخامة بالنسبة لخامة الورق والديزاين والشكل والألوان، جدا رائع. ده بالنسبة للشكل من بره. عجبني قوي إن هما في كل وحدة، يعني مثلا ديت الوحدة الأولى أهو، ظبط الدنيا، الكلمات المفتاحية والكلمات المهمة مظبطها. وفي نهاية كل وحدة عمل إيه بقى؟ بص هنا معانا كده، عامل طبعا كان الأول بيعمل تيست كده واحد، لا عمل لبتاع الأزهر كمان اختبار لبتوع الأزهر أهو، يعني اللي في الأزهر ما يشيلش هم. أوكي، يبقى عامل اختبار للأزهر، بتوع الأزهر يقدروا يعتمدوا عليه. وهنا تيست، وعامل لك ريفيو كده في النهايه جميل قوي لملخص كل وحده. يعني ملخص كل وحده اهو في النهايه جميل جدا. وبعدين عامل لك اختبار على الوحده نفسها، عامل لك تيست للتربيه والتعليم وتيست للازهر. والاجمل من كده كمان ان في نهايه الكتاب عامل لك كتاب تقييمات، عامل لك التقييمات. بص في النهايه عامل جزء للتقييمات جدا رائع اهو. اهو التقييمات الشهريه بتاعت المدارس عاملها لك هنا في نهايه الكتاب، فمش هتحتاج لاي حاجه خالص. وبعد ده كله كمان في ايه؟ في المراجعه النهائيه او الكراسه دي فيها تمرينات على الامتحانات، وبرضه مهمه جدا جدا جدا. فبصراحه المعاصر عامل عظمه في كل الصفوف، فبنصح باي حد لو حابب يشتغل فيه مش هيندم، لان فعلا عامل عظمه. اوكي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.